الرباط التي تشهد الآن تحرك حافلة المنتخب الوطني المغربي رابع العالم في المونديال القطري. إذن في حضور جماهير غفيرة أتت من مختلف المدن المغربية. إذن حافلة المنتخب المغربي تبدأ جولتها في العاصمة الرباط، الجولة التي انطلقت من مطار الرباط سلا وستتجه إلى القصر الملكي مرورا بعدد من الشوارع والساحات الشهيرة هناك في عاصمة المملكة المغربية. طبعا أذكر فقط المشاهدين الكرام أنه في خضم هذه الفرحة وفي أعقاب الإنجاز الكبير الذي تحقق هنا في وطن المونديال باحتلال منتخب المغرب المركز الرابع في مونديال قطر، أذكر أيضا أن منتخب المغرب بات في المركز 11 على المستوى العالمي حسب أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، التصنيف الذي صدر قبل ساعات قليلة. صور تاريخية. محمد الروحلي، أنت الذي يعني عايشت عدد من الأجيال والإنجازات المغربية. صح. استثنائي، حدث استثنائي غير مسبوق. صحيح بالنسبة لنا أننا فرحنا وكنا سعداء بعد انجازات كاس افريقيا 2004 بتونس، المشاركه الايجابيه نوعا ما في فرنسا 98، ولكن انك تكون ضمن رباعي العالم صفوه كره القدم العالميه حدث حقا استثنائي. وانا حقا ما اثارني كثير هو احد العناوين اللي قال الارجنتين فازت بالكاس ونحن فزنا بالعالم. صحيح، اشاده غير مسبوقه. حتى محركات البحث اسم المغرب يعني تحت الصداره. الطائره الان في التتبع ديال الوصول ديالها كانت ارقام قياسيه، حدث في حقيقه غير مسبوق اللي كنتمنى انه نرجعوا ليه في السياق نستثمروا بشكل ايجابي هذا الانجاز الخارق. نعم، سنواصل الحديث، لكن نظل مع هذه الاجواء الاستثنائيه والتاريخيه هناك في عاصمه المملكه المغربيه الرباط. مر بالقرب يعني